السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. جمعة طيبة ومباركة عليكم. ما تنسوش الدعاء لفلسطين، اللهم انصر فلسطين واهل فلسطين يا رب، اللهم انصر فلسطين واهل فلسطين. طبعا المؤتمر الصحفي كنا قايلين عليه، بيطلع المستشار مرتضى منصور ساعة بيعلن عن فضايح جوه نادي الزمالك. ده بيقول لك مش عارف بيبيعوا ايه جوه نادي الزمالك. ففعلا حرفيا كده الزمالك بينهار، الزمالك بينهار. بص الاهلي بيجيب صفقات بالمليارات، بص ديون الزمالك اللي بالمليارات. ويجب تدخل وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي. يا وزير الشباب والرياضة، في حاجة غلط، في حاجة غلط. لما يكون الأهلي والزمالك الفريقين الكبار دول، وفريق مديون بالمليارات وفريق بيجيب صفقات بالمليارات، في حاجة غلط، في حاجة غلط. طبعا بنشوف كمان الدكتور المحترم وزير الإعلام الدكتور خالد عبد العزيز بيعلن وقف محمد البوشي شهر. كان قال لفظ على الهوا كده بسبب مباراة وبسبب إيزي إيميكا، وبيعلن وقفه شهر. وارد ان يعني يطلع من اي حد، بس مش على الهوا كده يعني. كل التوفيق طبعا. وكمان هنشوف المعلق الجميل عصام الشوالي. عصام الشوالي هنشوفه بيذيع ماتش الاهلي وصن داونز. يا عم عصام، اهلي وصن داونز ما تجيبش سيرة الزمالك، ماشي؟ تهريج طبعا. لكن كل توفيق طبعا. وهنشوف النهارده يا حسين يا لبيب اقعد اتفرج كده على اشرف بن شرقي. ما اتفرجش على الاهلي، لا اتفرج على اشرف بن شرقي اللي عاني. اخوه جه هنا وانت ما رضيتش تمضيه، ورحت جبت مشلاك. قلت ده قريب ليفاندوسكي بتاع برشلونه، قريب ليفاندوسكي ومش عارف ايه، ولاعب حريف. واشرف بن شرقي، في مثل عندنا بيقول لك اللي تعرف احسن من اللي ما تعرفوش، اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. اشرف بن شرقي جه قعد معاك 3 سنين، ما سابش دقيقه في عقده، ما سابش دقيقه في عقده. ها، فاتوقع كده ضرب جزاء يا اما هدف لاشرف بن شرقي. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، ونشوفه في النهائي مع بيراميدز. وكمان احمد سيد زيزو بيسرب كده ان هو الاداره وابوه طردوه. واحمد سيد زيزو الايام جايه هتثبت ان احمد زيزو على حق. الجماهير اللي بتطلع تشتم في احمد سيد زيزو، الكلام ده يا اخواتي وحبايبي اللي متابعيني على اليوتيوب، قلته 15 رمضان ما حدش يشتم احمد زيزو. لان احمد سيد زيزو ماشي كده غزة. احمد كان عايز يكمل، احمد سيد زيزو كان عايز يكمل مع الزمالك، بس اداره فاشله، اداره فاشله. إيه، ابوه اتطرد وبيعاملوه على ان هم كمعامله فرعون. مش كده، مش كده. احنا كلنا بني ادمين وكلنا اولاد 9. فطبعا بيسرب بقى ان هو لو الاداره مشيت وهو يرجع. يا احمد يا سيد يا زيزو، انت موضوع الرجوع دي صعب. انت ممكن يكون لك حق ان انت مشيت، بس موضوع انك ترجع والاهلي يسيبك دي هتبقى صعب، يبقى فيها حسبه تانية. والكلام ده قلناه. وشكرا، وما تنسوش الدعاء لفلسطين، ولنا لقاء بعد الماتش ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم.